الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد خونا سميتو جو، ضابط جيش متقاعد، وكان كيعيش واحد الفتره صعيبه من حياته بسبب صحابو اللي ماتوا في الحرب. وكان جون كيلعب واحد اللعبه خطيره بالفردي باش ينتحر. كان كيحط قرطاسه في الرولو ديال الفردي وكيتيري على الله، سوا تجي في قرطاسه سوا تجي خاويه، وجات خاويه وما ماتش. ولا عاود طرح اخر، وهاد المره دار جوج قرطاسات، ولكن خونا عنده الزهر ديال الكلاب وعاوتاني ما ماتش. وهو ينزل البيسري باش يشري الشراب، وهو كيعزف داك القريعات كتدخل عصابه هازه السلاح باش تشفر البيسري وامرات كلشي باش يهز يدو. ولكن خونا ما مسوقش ومازال كيعزل القراعات. شويه كيجي واحد فيهم وقال له هز يديك ولا نضرب. دار لعندو وقال له ضرب، شنو كتسنى؟ وشد الكلاطه ودارها في فمو وقال له ضرب. خونا بقى غير مسمر وكيشوف. وهنا جون خدا داك الكلاطه وبدا كيقتل فيه حتى غيب. ملي جا صاحبو باش يطاكي عليه صرات له داك القضيه ديال حن التمحن وكلاها في عظامو حتى هو. ورجع الفلوس المسروقه لمول البيسري وخدا الشراب ومشى بحاله. ورجع للدار بقى عاطيها الشراب حتى ناس. وفاش فاق لقى اختو وصلت عنده معصبه حيتاش كان داير معاها يخلط عليها المطار ويجيبها معاه للدار. وحيتاش شحال هادي ما تشافوا دغيا سمحات له ومشاو تعشاو على برا. وبقى كيهضر معاها وقالت له بلي غتسافر غدا للبرازيل على ود شي خدمه تما. الصباح سلمات عليه وشدات الطريق للبرازيل اللي كانت معروفه بالمخدرات والممنوعات بخبار البوليس. وهذه بوليسيه سميتها كاتريانا. لقات واحد البنت صغير، عيطات ليها وهي تهرب وبقات تابعاها. ولقات واحد البنت مرميه وسخانه حدا البحر، وكانت هذيك البنت هي خد جون. وصلت خبار لجون وقالوا له على القضيه ديال اختو وباللي راها في الطبيب. وخدا الطياره داك الساعه وخلط عليهم الطبيب. وهنا خونا غيتعصب ملي شاف اختو بداك الحاله. وهنا وصل ضابط تياغو وسلم عليه جون وقال له هو المسؤول على القضيه، وطلب منه جون باش يديه للبلاصه فين لقاو اختو. ولقاو تما داك البوليسيه ديال القبيله وداتو لتما. وفاش وصلوا بان له واحد خونا الشوفات ديالو في شي شكل وداتو البوليسيه الحومه وقالت له بلي التجار ديال المخدرات هما اللي محكمين في كلشي هنايا. ورجع جون للطبيب باش يشوف اختو ولقى واحد الفرمليه اسيويه كضرب واحد الشوكه في السيروم ديال اختو. هنا مدا ما جاب وجلس حداها شويه واختو كيتزاد عليها ومشى كيسبق تيسول على الفرمليه الاسيويه. وقالت له واحد الفرمليه ما معنا حتى شي فرمليه اسيويه هنايا. وجا الطبيب وثق الموقع ومشى جون عند الضابط وقال له بلي دار حراسه مشدده على اختو تيلقى شكون اللي باغي يقتلها. ومشى جون لغد ليه نفس البلاصه فين ضربو اختو ولقى داك خونا اللي كان شاك فيه ومشى باش يسولو. ولكن خونا ما كيجاوبش. وبقى جون تابعو وراه التصويره ديال اختو ولقى عنده السلسله ديالها وسولو، ولكن خونا مازال ما كيجاوبش. جون تعصب وسرحو هو وصاحبو. وفاش جات البوليسيه قالت له هذا سميتو كوكا واختك اللي عطاتو هاد السلسله حيتاش كانت كتخدم مع اختو، وجبد له المذكره ديال اختو ومشى بحال. وهنا تلاقى جون واحد المصور خدام مع اختو وقال له بلي كانت كتشوف بزاف ديال البنات كيتخطفوا في البرازيل وقررت باش دير فيديو تفضح فيه كلشي. ومن تما ما بانت. وهو خارج شاف الفرمليه الاسيويه ديال القبيله، ولكن غير شافته هي ركبات في الطوموبيل وهربات. وهنا دخل لواحد الكاباري ولقى واحد خونا خدام مع العصابه، شدوه وضربوه وعرف منه كاع المعلومات وقال له بلي اختك كانت كتهدد العامل وقرر يصفيها ليه ووراه البلاصه فين كاين العامل. وهنا جون وماني وصلوا للبلاصه المعلومه. دخل جون ودار راسو كليان عادي ولقى ديك البلاصه فيها كلشي مباح، الحشيش والشراب واي حاجه طيح على بال. وهنا الكارديانات انتبهوا لجون بلي كان حاطي شي حاجه وكيزومي بعينيه وعيطوا لداك الاسيويه. وهنا جا واحد خونا وقال لجون تبع ليه وداه للسطح وقال له تسناني. وهنا كتبان له واحد الطوموبيل جايبه واحد بنات صغار. وهنا واحد من العصابه بغى يهجم عليه ولكن خونا دغيا زرب عليه ومشى للاكا ولقى دوك البنات تما. وهنا وصلت العصابه ولكن جون عرف كيفاش يسلك راسه. وفاش وصلت البوليسيه لقى جون صفاها ليه. وهنا وصل دياغو داك المحقق اللي شفناه في الطبيب النوب الاولى، وجون قال له بلي شاف بنات صغار مخطوفين في لاكا. وفاش داهم من تما لقاو لاكا بخاوي ما فيه حتى واحد. وفاش خرج جون بدا كيدور في السينتا وهو شاف في المحقق دياغو وطلب من البوليسيه تمشي بالزربه للطبيب تشوف اختو ورجع هو لتما. وفي ذاك الوقت كانت وصلت الفرمليه المزوره للطبيب، ولكن هاد المره لقاتها البوليسيه وقتلاتها. وهنا كان دياغو غادي عند رئيس العصابه باش يعطيه البنات اللي خاطف، ولكن هاد المره كان جون مخبي في الطوموبيل وشاف كلشي. وعيط للكوميسير الاخر ودخل موراهم مسلت واللي خرج فيه كيصلح وضرب دياغو بالسلاح. وهنا دياغو عطاه واحد الساروت وقال له هنا تلقى السميات ديال كاع الناس اللي مشاركين مع العصابه وقال له غير قتلنا. ولكن جون ما بغاش وخلى له الفردي حداه باش يقتل راسو براسو. شويه وهو يسمع دياغو قتل راسو ومشى خرج البنات المسروقين. جاو البوليس وشدوا كاع العصابه ومشى جون للطبيب ولقى اختو بدات كتفيق وقال له الطبيب بلي الاصابه ديالها كانت خطيره وباللي خاصها الوقت باش ترجع كي كانت. وموراها عيط له ماني ورد عليه باش يولي محقق معاهم والدوله غتكلم بالمصاريف ديالها. وداكشي اللي كان قبل جون وعطاه ماني ملف اول قضيه. وهنا كيسالي الفيلم.